السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم في حلقتنا بتقول امتى نبدأ رحلتنا. كلنا، مين فينا ما بيحبش يطلع رحلة، ما بيحبش يغير جو، ما بيحبش يروح أماكن هو بيحبها على حسب ميوله، على حسب ذوقه، أماكن سياحية، أماكن ترفيهية، أماكن خلوية، طبيعة، بحر. كل واحد ليه ذوق في الرحلات بتاعته. النهاردة هنطلع مع بعض، كل واحد مننا بقى كده، أصحابي وصحباتي، يجيب المشروب الجميل بتاعه، ونعتبر نفسنا قاعدين مع بعض في ايه، في خمسة دردشة وشوية فضفضة. يلا، أنا نويت أطلع معاكم رحلة. بعضكم محتاج الرحلة دي حقيقي، بس ما فكرش فيها. النهاردة رحلتنا هتكون رحلة مختلفة، هتكون الرحلة من بره لجوه. يعني هنعمل الرحلة لجوانا. مين فينا فكر وهو في رحلة حياته آه، يطلع روحه رحلة، ويطلع جواه رحلة، ويتعمق في ذاته، ويدخل في مشاعره الحقيقية وأفكاره، ويشوف هو بيحب ايه، بيكره ايه، ولا مواهبه ايه الحاجات اللي هو بيشتاق لها. ولا انت نسيت نفسك في الزحمة والجري على بناء المستقبل، الدراسة، الشغل، الأولاد، الشريك العاطفي، الزوجة، الزمايل، الأصحاب. حاجات كتير في حياتك واكلة يومك، فبتيجي آخر اليوم بتبقى فاصل. الوقت اللي انت محتاج بجد تكون فيه مستمتع هو رحلتك لذاتك، انك تتعمق في ذاتك، انك تدخل جواك وتعرف انا ايه، انا بحب ايه، انا عاوز ايه. رحلتي في الحياة دي في النهاية هتوصلني لإيه. كلنا بنهتم ان احنا نقعد في اماكن شيك وبيوت جميلة ونظيفة، مهما كان البيت بسيط، ومهما كان المكان على القد، الا ان كلنا بنفكر نعيش في مستوى افضل. طالما بنتعب وبنشقى، كلنا نتمنى ان احنا نعيش في مستوى افضل. بنروق بره وبنروق حياتنا وبنشيك نفسنا من بره، واحنا من جوانا مكركب، من جوانا زحمة، في حاجات اصلا عفى عليها الظهر. المفروض انت كراكيب في روحك وفي قلبك تطلعها وترميها بره. زي ايه؟ اشخاص ما خدمونيش في رحلة حياتي، تعبوني. افكار ايدتني اني اكون انا. مواهب دفنتها عشان حسيت ان هي مش هتجيب عائد ومش هتنفعني، فلازم اجري. افكار ان اللي معاه جنيه بيساوي جنيه، فلازم اجري عشان يبقى معايا جنيه، ومعايا 10، ومعايا 100، ومعايا 1000، ومعايا مليون. حلو، جميل. اسعى، قل اسعوا في الارض. ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالسعي، لكن خلي بالك وانت بتسعى في رحلة حياتك، لو فضلت تجري وتلف في نفس السيركل وما تقعدش وتدي قلبك اجازة وروحك اجازة وذاتك اجازة، وتاخد بعضك وتطلع رحلة جواك وتروق جواك، وتشوف ايه الجميل اللي فيك وتلمعه، وتشوف ايه اللي ما بقاش ليه لازمة وترميه بره. تطبطب على قلبك، تشوف الوجع، تشوف الدروس اللي اتعلمتها في حياتك. انت مريت ليه بالمراحل دي؟ هل ربنا سبحانه وتعالى بيتنمر عليك؟ حاشا لله، حاشا لله. انما كان لازم تمر بالتجارب الصعبة دي عشان اولا تفرز تقابل ناس سيئة، فتقدر تميز الخبيث من الطيب. تاني حاجة، لولا الشدة عمرك ما كنت هتعرف قد ايه انت موهوب في شيء، قد ايه قدراتك قوية، قد ايه انت حد مميز. ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا كلنا بلا استثناء كبشر بمواهب، بس في ناس اشتغلت على الموهبة دي ولمعتها وكبرتها، وقدرت فعلا الموهبة دي تنقلهم من حال لحال. وفي ناس كتير برضو عندهم نفس المواهب بس ما اشتغلوش عليها. ليه؟ لان انشغلوا ان هم يسعوا يجيبوا المال. كل اللي حواليهم بقى يفهمهم ان هو المال هو
الطريق الوحيد هو الرزق. مع ان سبحانه وتعالى قسم الارزاق وما ظلمش حد. ممكن يبقى رزقك قليل في المال لكن عالي في الصحة، ممكن يبقى متوسط في الصحة لكن عالي في الذرية وفي الأهل والناس اللي بتحبني. ممكن يبقى قليل في الأهل والذرية بس علاء عندك، خلاك عبقري، إنسان ناجح، بتقدر تطور من ذاتك، بتقدر تعمل، بتقدر تخدم ناس كتير. وبدل ما هي عيلتك صغيرة، العيلة كبيرة، ناس كتير بتحتويك، ناس كتير بتستوعبك، ناس كتير قادرة تتجاوب معاك وقادرة تحس بيك وقادرة تفهمك. الأرزاق أنواع كتير. راحة البال رزق، الرضا رزق، انك تلاقي في يوم من الايام حد يقول لك وانت تعبان الف سلامة عليك حتى لو ما يعرفكش، رزق. فالارزاق كتير لكن احنا حصرنا الارزاق بتاعة الله عز وجل بس في المال. ربنا سبحانه وتعالى قالها في حديث قدسي: لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضة لن أخالفك في رزق. يعني رزقك جاي جاي، إنما اسعى اسعى وطور نفسك. بنقول لك عايزينك يعني تبقى مميز، مميز في الموهبة اللي عندك، في علمك، في أفكارك، في ثقافتك. إن كنت موهوب فنيا، اظهر موهبتك، لمعها، مالكش دعوة بحد. كن نفسك، اعمل الشيء اللي انت حاسس ان هو ياخدك لقدام، مالكش دعوة بحد. اصل ما حدش هيجي في يوم ويقول لك موهبتك ديت اللي عندك انا ما عنديش كمان موهبة. لا، هو عنده موهبة بس هو كسلان يشتغل عليها. انت هتعبت وشقيت اشتغلت عليها، قابلتك ناس عطلتك في رحلة حياتك تخطيتهم. لازم تفضل 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 على طول مهتم بذاتك، مهتم بجواك، تروق الزحمة اللي جواك، ترتب قلبك، ترتب روحك، تسمع حاجة بتحبها سواء ميوزك، أغنية، موسيقى، بتحب تتفرج على ماتش كورة، بتحب تنزل تتمشى. اعمل حاجات تشحن روحك من جوه. يعني واحنا بنرتب البيت الداخلي، البيت دوت محتاج ديكور، محتاج لمسة فنية، محتاج روحك وإحساسك. ده هتعمله بإيه؟ بإنك تغذيها شوية زرع حلوين اللي هم حب، احترام، تقدير، علاقة جيدة بالمحيط، علاقة جيدة بنفسك، تطبطب على روحك لما تكون حزين. تقعد الحاجات اللي كانت مزعلاني، كانت في حاجات فعلا، حاجات سيئة، مش هننكر ان كان في حاجات سيئة، بس انت اتوجدت في حياتك عشان تتعلم وعشان بكرة تبقى افضل وبعده تبقى افضل، وتقابل ناس تكون على نفس مستواك الفكري والعاطفي والروحي، يبقى شبهك. طلع ربنا سبحانه وتعالى، طلع ناس كتير من حياتك ما كانوش بيخدموك في رحلة حياتك، بالعكس شوهوا الصورة اللي كان مفروض تكون عليها. طفوا النور اللي جواك، وانت اخيرا ابتديت، لما ابتديت تلمع الالماظ النجف والنور اللي جواك، ابتدى قلبك ينور، ابتدت روحك تنور، ابتديت تشوف الناس بصورة مختلفة، ابتديت تحب الحياة، تحب الطبيعة، تحب شكلك، تبص لنفسك في المراية وانت سعيد ومبسوط ان الشخص ده قد ايه تعب وكافح عشان يوصل. محدش صحيح اداله فرصة لكن هو كافح، زي اللي بيحفر في الصخر، حفر في الصخر وقدر يوصل، وانت هتقدر توصل. وده لإمتى؟ لما تبتدي تاخد أهم رحلة في حياتك، رحلة لذاتك، لجواك، تتعمق جواك، تمارس التأمل، تشوف ايه الحاجات اللي فيك الجميلة وايه الحاجات اللي مفروض ما تبقاش موجودة. ضيف لحياتك. يعني بنشتري احنا عشان البيت يبقى جميل، ساعات بنشتري قطعة موبيليا عشان نجملها. انت كمان اشتري لروحك ولبيتك الداخلي قطعة جميلة، كتاب حلو، فازة، تابلو، قطعة موسيقى، أغنية تهدي أعصابك، حاجة أنت بتحب تعملها، حاجة بتحب تشوفها دايما. تخيل الصورة اللي أنت تتمنى تشوفها عينيك، بس أنت هتشوفها بروحك جوه قلبك وجوه روحك. هترتب، هتعمل الديكور ده، وهترتب
مكانك الداخلي عشان تقدر تقابل الحياة وانت زي الجبل، مفيش حاجة تكسرك، لان طول ما انت جواك قوي هيبقى صعب ان حد يتخطى حدودك، وصعب ان حد يكسرك، وهيبقى دايما بيتك اللي بره مرتب، وكمان بيتك الداخلي مرتب. اتمنى ان شاء الله ان الحلقة تكون عجبتكم. احنا كنا في 5 دردشة وشوية فضفضة، واشوفكم ان شاء الله في مشاعر جديدة، كلام بسيط لكن معنى عميق. ما ننساش الشير يا حبايبي، ما ننساش اللايك، ما ننساش نعمل مشاركة للقناة وللفيديو، يوصل لحد تكون حاسس ان هو في زحمة الدنيا وفي زحمة الحياة مش شايف النور اللي جواه، بيمر عليه مرور الكرام، ومحتاج يرتب بيته الداخلي عشان النور يطلع من بره، من جوه لبره. استودعكم الله، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. استنونا في 5 دردشة وشوية فضفضة. سلام.